شاب كله جمال وقوة ومتربي على الغالي، وابوه وامه اغنياء جدا ومش حارمينه من حاجة، لدرجة ان ما كانش في حد بيلبس زيه ولا عايش عيشته. ده حتى كان بيتقال عليه فتى مكة المدلل. كان من اوائل شباب مكة اللي دخلوا في الاسلام لما كان لسه المسلمين بيجتمعوا في دار الارقم. كتم اسلامه فترة، لكن في يوم من الايام وهو بيصلي في حد شافه وراح فتن عليه لامه واهله. وطبعا لما عرفوا كانت مصيبة كبيرة، لانهم مسكوه وحبسوه وربطوه وعذبوه، وكل ده علشان يرجع عن الحق. وبقى مثال للصبر من كتر العذاب اللي شافه، لغايه ما جه يوم قدر بالحيلة انه يهرب من السجن اللي امه عاملاه له، وهاجر مع الصحابه اللي راحوا الحبشه. وهنا الصحابي عامر بن ربيعه بيحكي عنه في قصه الهجره، وبيقول ان شاف رجليه بتنقط دم من كتر مشقه الطريق، لانه كده كده مش واخد على البهدله. بطل قصتنا كلامه كان حلو جدا وهادي ومرتب بشكل رهيب، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعته للمدينه مع الانصار اللي جم يبايعوه في بيعه العقبه الاولى. كان بيعلم اهل المدينه الدين وبيخلوهم يقراوا قران، وكمان كان بيأمهم في الصلاه. من كتر اسلوبه الحلو وكلامه اللين بقى أول سفير للإسلام. دخل على إيده كتير جدا الإسلام، ومن ضمنهم كمان عظماء وأسماء كبيرة قوي زي ملك الحبشة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وفي غزوة بدر كان هو حامل لواء المسلمين المهاجرين. وفي غزوة أحد كان من المسلمين القليلين اللي ثبتوا في مكانهم وقتلوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوتر اللي حصل من نزول المسلمين من جبل الرماة. وفي وسط الحرب يهجم عليه عمرو بن قميء الليثي ويقطع دراعه اليمين اللي ماسك بيه الرايه. وبطلنا ما يستسلمش، ياخد الرايه ويمسكها بايده الشمال ويهجم عليه تاني عمرو بن قميئة ويقطع دراعه الشمال، وبرضه ما يستسلمش وينزل يمسك الرايه بعضديه. وهنا يهجم عليه للمره الثالثه عمرو بن قميئة الليثي ويضربه برمح في بطنه فيقع شهيد. خلصت الفزوره. انا عارف هو مين، المهم انت تعرف هو مين.